صاحب الموتوسيكل راكب موتوسيكل تحت بيته، 2 حرامية هيجوا يسرقوهم مستعينين بتوك توك. شايفين الواد ابو جاكيت ده اللي بيتكلم في التليفون ده حرامي. التوك توك اللي جاي ده اللي راكب فيه تبع الواد ده. اللي هيحصل بقى كالآتي: دول 2 بصوا لقوا موتوسيكل واقف، طبعا بيأمنوا الموتوسيكل مش مسوجر، قلنا في الفيديوهات قبل كده. ابتدى من هنا واحد راح في اخر الشارع بيعمل بحجة ان هو بيتكلم في الموبايل، والتاني راكب التوك توك وقاعد فيه على اساس انه مستني زبون او محدش هيشك في اي حاجة. هيبتدي ال2 يأمنوا على البيت، وضع ظروفه عاملة ازاي، هل الجو هادي، هل صحاب البيت واخدين بالهم من حاجة، هل في حد حس بحاجة. ابتدى الواد رايح جاي ويبص على الموتوسيكل ده عشان خاطر يسرقه. ال2 دول معاهم التوك توك، واحد معاه التوك توك ده اللي بيسوق طبعا، والتاني اللي بينزل يسرق الموتوسيكل. بتحصل كتير. الولا أمن على الجدون اهو، بص لقى كده الموتوسيكل مسوجر. معنى كده ان الموتوسيكل مسوجر يعني صاحب الموتوسيكل مطمن 24 قيراط انه قافل الموتوسيكل بتاعه، فممكن يكون نايم، ممكن يكون بيتغدى، ممكن يكون ريح شويه وسايب الموتوسيكل بتاعه وفي دماغه ان الموتوسيكل في امان. صاحب اللي راكب التوك توك، بصوا يا جماعه عدنا اللقطه مره تانية، بص لقى الموتوسيكل مسوجر. مسوجر الموتوسيكل ده يا جماعه برفسه رجل كده تقدر تفكه، وبكده سهل جدا الحرامي يسرقك ويسرق الموتوسيكل بتاعك. فانت كده معرض للخطر ان تسيب الموتوسيكل بتاعك مش مسوجر، او انك ما تشوفلوش قفل او جنزير واير. اتكلمنا كتير عن الكلام ده. طبعا من هنا ابتدى بقى القلق. رايحين جايين بقى كده علشان خاطر يبصوا يشوفوا الجو عامل ازاي، حد تبص عليهم. راح وجه وفي توتر، وطبعا الاعصاب ريلاكس كده، يعني تحسهم كده واخدين على الموضوع ده. دي مش اول مره العيال دي تسرق موتوسيكلات، العيال دي تخصص. راح اهو، بصوا يا جماعه، بص لقى الموتوسيكل مسوجر. شايفين هيعمل ايه؟ عدنا اللقطه مره تانية، عملنا زوم. بصوا يا جماعه، بص لقى الموتوسيكل ده مسوجر. بصوا عمل ايه؟ رفس الموتوسيكل، الجدون بتاع الموتوسيكل كده، فك المسوجر بتاعه، اصبح ان الجدون رايح يمين وشمال. مشكلة هنا بقى يدور الموتوسيكل ده ازاي. الموتوسيكل ده يا جماعة قلنا علشان يدور طبعا انت معكش مفتاح. العيال دي بتعمل ايه؟ العيال دي بتستعين بمطاوة، بيبقوا شايلين مطوة معاهم زي ما انتم شايفين. الولا اهو مسك حاجة، وطى على حاجة وخدها، وفي الغالب بتبقى الناس دي معاهم مطاوة. بيروح بالمطوة على حاجة اسمها الضفيرة. الضفيرة دي مجموعة سلوك موصلة للكشافات، هي دي راس المكنة، وهي دي اللي بتدي انذار، وهي دي لو اتقطعت انت كده فصلت المكنة، اصبحت مكنة ما فيهاش دايرة كهرباء، وبالتالي بتدورها بالمنافيل عادي جدا وبتدور معاك. وده اللي بيحصل بالظبط. عقبتين قدام الحرامي اللي هو المسوجر، طبعا جدون. يبقى كده خلاص فرصة للحرامي ان هو يسرقك ويسرق الموتوسيكل بتاعك، لان طبعا انت مش قافل بجنزير او واير. بفرض مثال لو بص كان لقى واير ملفوف على الموتوسيكل ده، او الموتوسيكل ده مسوجر في احد المواسير او اي حاجة، كان عمل ايه؟ ما كانش هيسرق الموتوسيكل ده، ولا كان هيفكر، خلاص كان هيمشي والموتوسيكل خلاص. لكن سيادتك مسوجرة وكده بالجدون، طبعا دي ابسط حاجة بالنسبة للحرامي. الولا خلاص قرر ان هو يخش على الموتوسيكل. طبعا قلنا سواق التوك توك مستعد لان هو يجري، هيركب التوك توك ويدور، والحرامي يجري يركب، وبكده يبقوا هربوا في لحظة. العيال دي قاعدة ومستعدية. الولا اهو شايفين حاطط ايده في جيبه، طلع مطوة او سلاح ابيض وبيدور على الضفيرة، بس لقى الضفيرة دي الناحية التانية، الاتجاه التاني. نزل المنافلة زي ما شفنا كده، استعان بالمنافلة كده بيقطع الضفيرة. شايفين بيقطع بالمطوة بتاعته الضفيرة بتاعت المكنة علشان يعزل دايرة الكهرباء عنها تماما، وبالتالي بقى ولا كلاكس ولا انذار ولا سرينة ولا تسمع صوت المكنة خالص. وبكده المكنة ما تحتاجش منك مفتاح وبتدور بالكونتاكت. يبقى انت كده سيادتك اشتركت في انك ساهمت مع الحرامي في سرقة الموتوسيكل بتاعك. انت سيادتك ما امنتش نفسك في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، ما امنتش نفسك كويس وما قفلتش الموتوسيكل ده
ويعني زي ما انت شايف سايب للحرامي الموتوسيكل سايب جدا، يعني يسرقه بأسهل سهولة. سيادتك تنزل من فوق تبص ما تلاقيش الموتوسيكل بتاعك، تلاقي الموتوسيكل بالتالي اتسرق واتاخد. اسعار الموتوسيكلات طبعا دلوقتي باهظه، ان سيادتك تسرق منك موتوسيكل ب 15,000 جنيه او ب 20,000 جنيه طبعا او ب 10,000 جنيه، دي تزعلك النهارده. شفتوا يا جماعه واحد بيسرق والتاني جاهز ان هو يركب، هنشوف مع بعض هيعملوا ايه. الراجل سواق التوك توك ده هيركب التوك توك عادي جدا، وده راكب الموتوسيكل طبعا وهيدور منافله. الواد ده تخصص موتوسيكلات، هما كده الاتنين مع بعض وبيساعدوا بعض على السرقه وبيتقاسموا الفلوس مع بعض. طبعا زي ما شفنا سرقات كتير وحاجات كتير بتحصل، فانا طبعا دايما بحس كل مشاهد على ان هو يأمن نفسه كويس. الغرض من عرض الفيديوهات دي ان سيادتك تأمن نفسك بقدر الامكان علشان ما تتسرقش. مش ممكن هتاخد جراج لموتوسيكل، مستحيل. فكلنا بنسيب موتوسيكلاتنا قدام بيوتنا عادي جدا، لكن المسوجر بتاع الجادون ده ما يعتمدش عليه. وطبعا بنصح كل واحد يشتري واير كده، في واير كده بقفل او بمفتاح، ويقفل بيه المكنه بتاعته كويس او يجنزرها في اي حاجه. وشكرا. لو عجبك الفيديو متنساش تشترك في قناه حسن يوم وتفعل الجرس، واستنوني في فيديو جديد. شكرا ليكم والى اللقاء.